بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث في فضل 10 ذي الحجة، وإحنا داخلين على 10 ذي الحجة، فمحتاجين شوية نتكلم عن هذا الحديث. وأول المسائل المهمة التي نحرزها أن فضل الجهاد كان مستقرا عند الصحابة رضوان الله عليهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العشر لا يعدل العمل الصالح فيها شيء، يعني توجهت أنظارهم مباشرة إلى الجهاد. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: يعني لم يسألوا عن الصلاة ولا الحج ولا كذا ولا كذا. فكأن أمر الجهاد وأن الجهاد ثوابه عظيم، كأن هذا الأمر كان مستقرا عندهم، فأشكل عليهم أمر الجهاد، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا، إلى آخر الحديث. وطبعا الجهاد فضله عظيم ومعروف، والجهاد ذروة سنام هذا الدين، والمجاهد والمرابط كالصائم القائم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الآيات والأحاديث التي وردت في فضل الجهاد. وإحنا يمكن قرأنا هذا في الترغيب والترهيب، وموجود على التليجرام، اللي عاوز يراجع هذه أو يكتب بقى فضل الجهاد، فالجهاد فضله عظيم ومعروف. وعندنا هنا أمور بقى. الأمر الأول إنه من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكتير من الشباب يبقى متحمس لهذا الأمر، أمر الجهاد، ويتمنى أن لو فتح له سبيل لذلك وكذا وكذا. وتأتي مثل هذه المواسم لتبين الصادق من الكاذب. يعني لو أن قلبك حقا يحترق على الجهاد في سبيل الله لثواب الجهاد وعظيم أجره، وأنه محبوب للرب عز وجل، فأتاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أعلى درجات الصحة أن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من كل عمل في سواها من الأيام. فلما سأل الصحابة عن الجهاد قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوعا واحدا من الجهاد، وهو أفضل الجهاد، من عقر جواده وأهريق دمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أما ما دون ذلك من أنواع الجهاد فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل. فأولا، من لم يحدث نفسه بالغزو أو بالجهاد، هذا أمر خطير ومؤذن بآفات قلبية شديدة. طيب، من حدث نفسه بالجهاد والغزو ثم أتت مثل هذه المواسم فكانت حاله كحاله، يعني قبل 10 زي بعد 10 زي في 10 زي كل حاجة، وبعدين يقول الجهاد وباب الجهاد ومش عارف ايه، نقول له: كذبت أو جهلت. يعني ما انت يا جاهل يا كذاب، يا جاهل ما انتش عارف أن الأعمال في هذه العشر أفضل، أو عرفت فتكاسلت وقعدت ولم تجود عملا ولم تزدد طاعة. فنقول لك: طب ده إيه بقى؟
ما أنت لو عاوز جهاد علشان هو محبوب لله عز وجل ومرغوب له ومطلوب له سبحانه وتعالى، فهو الرب الذي أمر بهذا، أمر بذاك، وهو الرب سبحانه وتعالى الذي أجرى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد. فأنت عملت إيه في العشرة؟ هيجي بعد شوية علشان احنا هنتكلم طبعا في تفاصيل الأعمال، لكن لما أقول لك أنت عملت إيه في العشرة، وأنا هنا حديثي لمن يعني يتحدث ليل نهار أو يحدث نفسه ليل نهار بالجهاد في سبيل الله وبأن يفتح باب الجهاد في سبيل الله وأن كذا وكذا. فما أجي أقول لك عملت إيه في العشرة، ما تجيش بقى تقول لي عملت زي ما الناس بتعمل، يعني اللي هو إيه، صمت النهار وقمت شيء من الليل نقول لا، ما الناس كلها بتعمل كده. أنت عملت إيه بقى؟ سعيد بن جبير يا جماعة راوي هذا الحديث عن ابن عباس، يعني الحديث ده في الصحيح عن ابن عباس، راوي الحديث عن ابن عباس سعيد بن جبير من التابعين. فكان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر عبد الله عبادة لا يكاد يقدر عليها. فانت اسرح بقى بخيالك في عبادة سعيد بن جبير التي لا يكاد يقدر عليها. طب احنا بنقول لكل حد كده؟ لا، ما بنقولش لكل حد اعبد ربنا عبادة لا يكاد يقدر عليها طبعا، جزاكم الله خير. إنما بنقول إيه؟ بنخاطب من تحدثه نفسه بالجهاد، و يعني مش عاوز أقول إنه بيخلق المعاذير والشماعات وكذا وكذا، لأن إحنا نعرف ناس من إخواننا كده، يعني دايما هو يحدثك عن غير المتاح. دايما في ناس يا جماعة عقليتها كده، دايما يتحدث في غير المتاح. يعني تيجي تقول له اطلب العلم يقول لك الجهاد. طيب اقنعناني يا عم المتاح دلوقتي، يلا بقى اطلب العلم يقول لك ما هو ما فيش مش عارف ايه. يا ابني ما غيرك بيطلب، ما تدخل نزل حاجات واسمعها مثلا، يعني بفترض اي شيء، فيقوم المهم دايما يعمل لك مشاكل، دايما في حاجه ناقصه تخليه ما يعملش حاجه. في الاخر طب انت في الاخر عملت ايه؟ فتلاقيه ما عملش حاجه، هو في نفس الحته اللي هو فيها. وبعض إخواننا نرى منهم تكاسلا حتى في الفرائض، وهو يحدثك عن غير المتاح. دايما بيتكلم في الحاجة اللي مش متاحة، وكأن يعني يعطي نفسه نوعا من المسكنات، إن أنا كويس بس هي الدنيا اللي جاية علينا. طب يا حبيبي أخبارك إيه مع وإحنا هنتكلم إن شاء الله إن إحنا من أول ما نصلح في هذه العشر فرائضنا. طب أنت فرائضك عاملة إيه؟ تقول فرائضي طبعا بصلي الفرض. أقول لك فرض إيه اللي بتصليه؟ أنا بكلمك في صف أول حريص عليه، في تكبيرة إحرام ما بتفوتكش، في مسابقة على الأذان أنت اللي تأذن، فإن لم تكن كذلك فلا يؤذن المؤذن إلا وأنت في بيت الله سبحانه وتعالى. فأنا بكلمك بقى في درجات عالية، يعني بتحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله عز وجل وأنعم بها عبادة، بل هي أفضل متطوع به، ثم النفقة فيه، ثم طلب العلم. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي في ما هو متاح لك، عملت فيه ايه؟ أولا معذرة إلى الله عز وجل، إن يا رب المتاح أجتهد فيه أن أبلغ فيه الذروة. دي أول حاجة، معذرة إلى الله عز وجل. ثانيا تحصيلا للثواب، وهو بدل ما أنت قاعد عمال تبكي على الأطلال وتبكي على غير الجهاد أو غيره، ما كانش في الجهاد كجهاد. عقلية البني آدم اللي دايما هو مش شايف غير اللي ناقص، فتجيله بعد سنة تلاقي زميله اللي كان معاه مثلا ختم المصحف حفظا، أو أحرز من الثواب كذا وكذا لاهتمامه بالمتاح في يده من العبادات والطاعات، وهو زي ما هو قاعد. وكل ما تيجي تتكلم يقول لك أصل ما مش عارف أعمل كذا، أصل ممنوع نعمل كذا، أصل يا عم الحاج ما أنت عندك حد ضربك على إيديك؟ حد قال لك في مشكلة لو جيت تصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى فرضك؟
وإنك تقعد بين المغرب والعشاء تفتح مصحفك في المسجد تنوي بذلك الاعتكاف، ما فيش حاجة. لكن هو دايما في دماغه إنه غير المتاح نتكلم عنه. فتأتي هذه المواسم لتفضحنا أمام أنفسنا. أهو أنت عاوز جهاد عشان إيه؟ عشان ثوابه أكيد. يعني لو ربنا سبحانه يعني هب أن الله عز وجل لم يجعل في الجهاد ثوابا ولم يندب إليه، ما قالش جهده، كنت هتيجي تقول برضه أنا عاوز أجاهد؟ لا، هو إحنا بنجاهد عشان ربنا ندب إلى الجهاد ورتب عليه الثواب، مش كده؟ طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أخبر نبيه وحيا صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قال ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد. هو نفس الرب جل وعلا. فدخلت عليك العشر، حالتك عاملة ازاي؟ كتير من إخواننا حتى الناس الدينة يعني العشر بتدخل زي ما دخل زي ما خرجت، أو العشر بتدخل يصوم ويكون له حظ من الليل شوية، وكويس، ده كويس. لا أنا لا يعني أنتقص ممن يفعل ذلك، لا دي درجة كويسة طبعا، لكن في درجات تانية أعلى، أن تتفنن في جميع العبادات زي ما هيجي. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ما من أيام الصوم فيها أفضل، ما قالش كده، ولا قال ما من أيام قيام الليل ما قالش كده. تلاقي الناس دايما حريصة على العبادتين دول بالذات، وأنعم بهما وأكرم، وثواب العبادتين عظيم. لكن في فنون أخر من العبادات وأشكال أخر من العبادات أنت لم تضرب فيها بسهم. مش بقول لك زي سعيد بن جبير إنك تعبد ربنا عبادة لا يقدر عليها. فهذا أول الأمر. يبقى أن هذه المواسم فاضحة، والناس في مسألة الجهاد كالعادة طرفين ووسط، طرف ولا في دماغه حاجة. هو لم يغزو، طبعا لم يغزو لأن ما فيش دلوقتي كده، ولم يحدث نفسه، يعني ما نفسه لا تحدثه إن أنا أحب أعمل حاجة زي كده. وفي طرف تاني العكس، إنه ربما يسلك سبلا غير مشروعة وتعود عليه، ويريت عليه هو لوحده، عليه وعلى من حوله بمشاكل كبيرة جدا، ويظن بذلك أنه ينصر دين الله عز وجل. والوسط من الناس الذين يحدثون أنفسهم بذلك، يبغون بذلك الثواب من الله عز وجل، وينشغلون بالمقدور. يعني المقدور عليهم أو المقدور لهم إيه؟ مثلا الدعاء، إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا سبيلا لذلك. ومش كفاية ده، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لا تتمنوا لقاء العدو. فأنت لو هتدعي بقى ربنا إنه ييسر لك سبيل، ادعي ربنا إنه يثبتك. ما هو أنت لا تتمنى لقاء العدو ليه يا جماعة؟ ليه؟ عشان فتنة، مش كده؟ وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. فأنت مزكي نفسك، يعني أنت الواد اللي لما يروح يقابل العدو مش هيفر من الحرب ويبقى فعل واحدة من أكبر الكبائر. الفرار يوم الزحف من أكبر الكبائر. فأنت خلاص يعني أنت اللي مزكي نفسك قوي، اللي مش هيفر يوم الزحف، مين قال لك؟ فحتى هذا الدعاء بمجرده كده ممكن يبقى فيه نوع إشكال، إن فيه نوع تزكية نفس. أنت حتى لو تسأل ربنا سبحانه وتعالى فتسأل الله عز وجل إيه؟ الثبات، أو تسأله الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. يبقى دي حاجة. الحاجة التانية أن تنشغل بما أمر الله عز وجل به إذا منع من الجهاد شرعا أو قدرا. وده احنا في درس أو خطبة مش فاكر اسمه كفوا أيديكم، اسمعوه بقى، خطبة درس، ممكن ما تلاقوش على اليوتيوب، ممكن يبقى على التليجرام، يعني مش فاكر. يعني كنا قلنا فيه إنه الله عز وجل
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وانشغلوا بشوية حاجات هنجيلها بقى، يعني يعملوا شوية حاجات كده. ساعتها قلنا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قد يكون أمر الله عز وجل شرعيا كما في هذه الآية، كفوا أيديكم شرعا، يعني محدش يمسك سلاح دلوقتي، محدش يروح يجاهد دلوقتي، أمر شرعي من الله عز وجل في فترة، في الحقبة المكية. وقد يكون أمر الله عز وجل قدريا. يعني إيه قدريا؟ يعني الأمر القدري الآن إنه غير متاح، فكأن الله عز وجل يقول لك كف يدك قدرا، إنه مش متاح ليك، فأنت تنشغل بإيه بقى؟ بالله أمر ربنا بيه. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أصلحوا الحال بينكم وبين الله، وأصلحوا الحال بينكم وبين العباد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والآية الثانية وإذ بوأنا، الآية الثانية في موسى إيه؟ وأوحينا إيه؟ لا، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، في عز الصراع الدائر بينهم وبين فرعون. ربنا سبحانه وتعالى يأمر بحاجة عجيبة جدا، وإذا أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. طب عشان نعمل إيه يا رب؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ختام الآية وبشر المؤمنين. فاحنا محتاجين تلك الصلة بيننا وبين الله عز وجل، فده مما ينبغي علينا أن نفعله في هذه المسألة. طيب الدرس بقى مش عن الجهاد، يعني جات كده ايه يبقى دي أول مسألة، إنه الجهاد في سبيل الله العمل في هذه الأيام أفضل من كل نوع جهاد إلا نوع واحد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. طيب المسألة الثانية أن هذه الأيام في نفسها هي أفضل الأيام وأعظم الأيام، فأعظم أيام السنة بإطلاق أيام 10 ذي الحجة. يعني أفضل من أيام رمضان؟ أفضل من أيام رمضان. وفي حديث آخر يعني في رواية أخرى، إحنا طبعا الرواية اللي معانا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، هنا بيتكلم عن العمل الصالح، لكن في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يبقى أيام العشر اللي جاية دي يا جماعة 10 ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، أفضل من أيام رمضان. شوف بقى احتفاء الناس بأيام رمضان، فهذه الأيام أفضل. وقال كعب اختار الله الزمان فأحب الزمان إلى الله الشهر الحرام، يعني الأشهر الحرم كلها، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. يبقى أيام العشر أفضل الأيام. طيب ليالي أنتوا عارفين اليوم اللي هو بالنهار ده اليوم، فلما نقول أيام العشر أفضل من أيام رمضان يعني نهار العشر أفضل من نهار رمضان. طيب ليالي العشر أفضل ولا ليالي رمضان؟ خلاف بين العلماء. تخيلوا، يعني بعض العلماء يقول إن ليالي العشر 10 ذي الحجة أفضل من ليالي رمضان، وبعض العلماء يقول لك لا ليالي رمضان أفضل. بلاش الخلاف، الخلاف داير فين يا جماعة؟ هي أفضل الليالي بإطلاق ولا تيجي بعد ليالي رمضان؟ إيه رأيكم بقى؟ شايفين هذا الزمان الذي نفرط فيه؟ شايفين احتفاء الناس برمضان بيبقى عامل ازاي؟ وتدخل العشر تلاقي لا تكاسل، وتلاقي دلع، وتلاقي تثاقل عن العبادة والحاجات بقى اللي هنتكلم فيها كمان شوية إن شاء الله. لكن المعنى ده مهم، أنها أفضل الأيام أيام الدنيا كلها، ولياليها إما أفضل الليالي بإطلاق أو تيجي بعد ليالي رمضان ماشي الحال. ولذلك أقسم الله بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بشريف، والفجر
وليالي عشر، جمهور المفسرين على إن دي ليالي عشر ذي الحجة. جمهور المفسرين على كده، وهذا الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالله عز وجل أقسم بتلك الليالي والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. أقوال كثيرة أشهرها أن الشفع يوم النحر، وأن الوتر يوم عرفة. يوم عرفة يوم 9 فردي، ويوم النحر يوم 10 يوم زوجي. فربنا قال والشفع والوتر، الشفع اللي هو الزوجي العدد الزوجي اللي هو يوم النحر يوم 10، والوتر اللي هو يوم عرفة يوم 9. لأن طبعا اليومين دول أيام عظيمة جدا، يعني عرفة أفضل بقى، يعني إحنا بنقول أفضل أيام الدنيا العشر، وأفضلها عرفة أو يوم النحر على قول العلماء الأشهر إن يوم عرفة هو الأفضل، أفضل أيام الدنيا بإطلاق يوم عرفة. فأقسم الله عز وجل بالشفع والوتر، عرفة يوم النحر. طيب طبعا عرفة فضله كبير، والله عز وجل يباهي الملائكة بأهل الموقف، ومعروف الكلام ده. ويوم النحر يوم الحج الأكبر، في معظم أعمال الحج يوم 10 ده، مش كده؟ في إيه؟ رمي الجمرة، جمرة العقبة، وفي الحلق أو التقصير، وفي الذبح، وفي طواف الإفاضة. كل ده يوم 10، معظم أعمال الحج. طيب قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إيه بقى اللي نعمله في هذه الأيام؟ نعمل كل الطاعات، وما فيش حظر على أي طاعة. ركزوا يا شباب، ما فيش معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، وبعدين يجي حد يبدع طاعة. يعني هو لا، هو هذا ندب لأي طاعة. فمثلا هنقول من الطاعات الصوم. الصوم من أجل الطاعات كمان، مش طاعة عادية. ليه؟ لأن الصوم اختصه الله له سبحانه وتعالى، كل عمل ابن آدم له، الحسنات بعشر أمثالها إلى الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم قال فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم من أجل العبادات. فنصوم 10 ولا لأ؟ حرام لو صومنا 10 حرام. نصوم 9، يوم العاشر ده يوم العيد يحرم صوم، يبقى نصوم. طب نستوعبها يعني بالصوم، نصوم 9 كلهم؟ اللي يعمل كده ما فيش مشكلة. اللي يصوم ويفطر أيام، يعني يصوم شوية ويفطر شوية، برضه ما فيش مشكلة. هذا قال به بعض أهل العلم، وهذا قال به بعض أهل العلم. لكن في الآخر الصوم مشمول بقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. الخلاف بين العلماء فين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صامها ولا ما صامهاش؟ بس ده الخلاف. حفصة أثبتت أنه صام رضي الله عنها وصلى الله على نبي محمد، ماشي، بل أثبتت أمرا آخر، أنه لم يكن يدع صوم العشر. عائشة رضي الله عنها نفت أنه صام، فقالت إنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. طبعا عندنا مشكلة دلوقتي، هو صام ولا ما صامش؟ قبل ما نعرف بقى صام ولا ما صامش، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صام أو ما صامش، الصوم كده كده مشمول بالحديث. الكلام في إنه صام ولا ما صامش هو صلى الله عليه وسلم. فجمعوا بعض العلماء طبعا ابتدى يرجح بين الحديثين، وبعضهم ذهب إنه لا، إحنا مش هنرجح حديث على الثاني غير لما يستحيل الجمع. فممن جمع يعني الإمام أحمد في رواية له إنه قال والله عائشة رضي الله عنها نفت أن يكون قد استوعب العشر كلها بالصوم، وحفصة أثبتت له جنس الصوم في العشر، فيبقى يصام بعض الأيام وإيه يفطر بعض الأيام، أو كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني كان يصوم بعضا ويفطر بعضا صلى الله عليه وسلم.
وبعض العلماء ذهب انه لا، يرجح بين الحديثين، ودي روايه تانية عن احمد، انه قال حفصه وعائشه واحده اثبتت واحده نفت. عندنا قاعده كده عند العلماء يقولوا ان المثبت يقدم على النافي. ليه؟ لان معه زياده علم. تاني، لما يجي اتنين والاتنين ثقات ودينين وعندهم امانه، واحد يقول لك محمود في المسجد والتاني يقول لك محمود مش في المسجد، او بلاش في المسجد، واحد يقول لك محمود جه والتاني يقول لك محمود ما جاش، فاكيد واحد صح وواحد غلط، اكيد مش كده؟ غلط دي مش يعني كذاب، ما عندوش العلم يعني. فالعلماء قالوا قاعده كده عندهم، قالوا ان المثبت مقدم على النافي لان معاه زياده علم. اللي قال محمود ما جاش ده يعني ما شافش محمود جه، واللي قال محمود جه ده واحد امين ودين، فمش هيقول كده غيره ويكون شافه جه. مفهومه دي؟ فقالوا خلاص، لو حفصه وعائشه اختلفتا، واحده قالت النبي عليه الصلاه والسلام عمل حاجه والتانيه قالت ما عملهاش، فنقدم المثبت على النافي لان معاه زياده علم. طيب على هذا لو عملنا ده بقى، قالوا خلاص يبقى تصوم التسعه كلهم. هنا هيرجحوا روايه حفصه مش هيعملوا بروايه عائشه اصلا رضي الله عنهم، فساعتها يقول لك صوم التسعه كله. خلاص، يبقى الصوم من جملة العبادات، وهنجيله كمان يعني. خلاص بقى يعني طالما قلنا الصوم خلاص، بس احنا عاوزين يا جماعه نرجع كده خطوه لورا او خطوتين بقى لورا. العشرة داخله علينا، واحنا ادينا الدرس بعيد شويه عن العشرة اهو. ليه؟ علشان اللي هقوله ده. فاحنا عاوزين نخطط لعشر ذي الحجه، يعني مش كل سنه بقى يضحك علينا والعشرة تخش وتطلع وما نبقاش استثمرناها احسن الاستثمار وخرجنا منها باكبر الفائده. ما بقولش ان احنا ما عبدناش، لا، زودنا شويه عبادات وكل حاجه، بس لو جيت قلت لك استثمرتها صح، يعني لو رجعت العشر دي، او بلاش، لو كنت عارف ان العشر دي هي اخر عشر وانت هتموت يوم 11، كنت هتعمل اللي عملته ولا هتزود؟ لو كنت هتزود اقول لك يبقى انت ما استثمرتش صح. ليه؟ كنت تقدر تجيب زياده وما جبتش. فبلاش التكاسل والتواني في سيرنا في الآخرة في طريق الله عز وجل، وخلينا يا سيدي نتعامل مع طريق الآخرة كأنه دنيا، يعني رضينا من أنفسنا بذلك. زي ما كذا مرة وصوتنا اتنبح قبل كده، إنك لو عرفت إن صفقة هتكسب فيها 100,000 وصفقة هتكسب فيها 1,000,000، هتروح ل1,000,000، حتى لو هتتعب شوية زيادة هتروح ل1,000,000، مش هتسيب 1,000,000 وتاخد 100,000. فاحنا عاوزين نبقى في طريقنا لربنا بنعمل كده. عشر ذي الحجة لو هنعرف نطلع منها بثواب قد كده وطلعنا بثواب أصغر منه نزعل ونتنكد. ليه ده يحصل؟ ده هم في الآخر 10 أيام، يعني ما بقولكش عمرك كله، بقولك 10 أيام اجتهد فيهم اجتهاد زيادة. طب اجتهاد زيادة يعني إيه؟ يعني والله اللي يعرف يجتهد اجتهاد سعيد بن جبير يجتهد اجتهاد لا يكاد يقدر عليه. طب اللي مش هيقدر، ما بنقولش الناس كلها درجة واحدة، ما حدش يقدر يعمم هذا الخطاب طبعا ويقول الناس كلها من العشرة، ما حدش يقدر يعمل كده. إنما خلاص كل يأخذ بقدره. طيب، أول الأمر إن إحنا في هذه العشر يبقى إحنا أول حاجة عاوزين نخطط للعشرة دي. أول حاجة بقى تخطط لها إن العشرة هتطلع منها والمعصية أو الكم معصية اللي أنت مش عارف تبطلهم بطلتهم. ده أول تخطيط. إزاي بقى؟ على حسب المعصية، ما يعني كل واحد والمعصية اللي بيعملها مختلفة. فأنت هتحط خطة إن في العشرة هطلع منها وأنا المعصية الفلانية اللي أنا مش عارف أبطلها خلاص بطلتها. خلاص ده إزاي؟ كل واحد زي ما قلنا خطته على حسب معصيته. مثلا واحد بمخدرات، بيشرب مخدرات مش عارف يبطل المخدرات، فايه الخطة؟ يبلغ عن نفسه، يدخل السجن في العشرة
مش هيشرب خلاص. اشربه جوه ولا ايه مش عارف. طيب، فيحط خطه. يعني هو فعلا انا يعني دلوقتي مش بهزر ولا فاكر كان هزار، بس هو لو وصل للادمان فيبدا رحله التعافي من النهارده. اذا محتاج يدخل مصحه يبقى عنده الشجاعه انه يروح ويعترف لابيه، يعترف لامه. لو هو راجل كبير يبقى عنده الشجاعه انه يروح عادي جدا، ما يتكسفش من نظره الناس ليه ولا لا. اولى انك تتكسف من نفسك قدام ربنا سبحانه وتعالى، وتبدا من النهارده رحلتك في التعافي عشان تيجي العشر وانت جوه المصحه مثلا، لو انت محتاج للمصحه يعني لو وخلاص ده اللي في ايديك تعمله. لو برفقة السوء بتسحبك للمعاصي، سواء بقى مخدرات ولا غيرها، حفلات ما ينفعش نروحها، بنات، زنا، قرف، يبقى هقاطع دول. الاجراءات شديده شويه، شديده، بس هو لازم تتعمل. ما هو انت سايب نفسك بقالك كام سنه، حصل لك ايه؟ ولا حاجه، زي ما انت وعمال تقول انا اقدر اعمل، انت ما تقدرش تعمل حاجه. بالذات اللي بيشرب مخدرات يقول لك ايه، لا انا لو بكره ابطلها لو عاوز. طب بطلها يا حبيبي، ما يعرفش يبطل، اهو كلام بيقوله خلاص. فيبقى انا هقطع الشله دي خالص قبل العشرة اللي بتجرني للمعاصي. بتفرج على اباحيه وبعمل عاده سريه، يبقى انا في العشرة. بقول لك في العشرة عشان كنت الاول بقعد ازعق واقول سيبه نرمي الموبايل بتاع. فالشباب جولي قالوا لي هو انت مش مستوعب، انت بتكلم جيل احنا طبعا جيلنا عادي قضينا وقت من عمرنا ما كانش حتى التليفونات العاديه اللي هي اللي بزراير ما كانتش موجوده. يعني انا عاصرت ده، ان عادي ما كانش فيه، كان بس التليفون الارضي اللي هو في البيت. وبعد شويه تليفونات اللي بزراير، وكان اللي عنده تليفون بزراير في بيته يعني عده واحده في البيت، دول ولاد الزوات بجد. اللي عنده عده واحده وكان ايه يحطها كده في جنبه باينه كده يعني وهو ماشي، مش الموبايل في جيبه، لا، معلقها كده ومبين العده كده. هي عده اصلا يعني تبان من على بعد 2 كيلو. ليه؟ ابن زوات ده كانت الدقيقه بكام؟ ب5 جنيه. 5 جنيه وقتها، يعني دلوقتي ممكن تعدي ال100 جنيه، 150 جنيه الدقيقه. فما كانش يتصل، كان يرن، يعني يقول لها ارن لك تنزل لي رنتين، يعني بيكلموا بعض بالايه، بالرنات، ولا 5 جنيه. ف فاحنا شفنا ده. فانا عندي تصور انه عادي، يعني ما ممكن نعيش من غير تليفون، يعني ما احنا عشنا من غير تليفون. الشباب بقى صغير قال لك انت ما بتقول لنا ارمي التليفون كانك بتقول لي اقطع ايدك، بيع كليتك، يعني انت بتقول لي سيب حته من جسمك. هو انا مش متخيل ان ده ممكن يحصل. فيعني حتى لو كده، يعني انا طبعا هقول لك معلش، يعني سيب كليتك 10 ايام، مش مهم، ويرجع لكليتك بعد كده 10 ايام. انا ده بكلم مين يا جماعه؟ مش كل واحد بقول له سيب، لا، بقول له اللي مشكلته في التليفون، اللي تليفونه مضيعه ومخليه يعمل حاجات هو نفسه يبطلها ومش عارف يبطلها. فرصه ان ال10 ايام دول اقفل تليفونك وابعده خالص. طب هضبط مش عارف ايه، طب هكنترول مش عارف ايه، يا حبيبي ما انت جربت كل حاجه وما عرفتش. ففرصه انها رقم قليل 10 ايام، يعني مش بقول لك اقعد شهر، 10 ايام. فمن الخطه من دلوقتي انك تستعد لده. طبعا لو هسيب تليفوني، في واحد يقول لك انا عادي، انا يعني ايه مش مهم في المجتمع، يعني هو يعرفني 2 3 وقرفانين مني اصلا، ما بيتصلوش بقى، اللي بتصل بيهم ففي تليفوني ولا هيحسوا بحاجه. واحد تاني يقول لك لا، ده انا عندي مسؤوليات وعندي ورايا، فمن دلوقتي هتنزل تشتري تليفون عادي بزراير عشان مسؤولياتك دي تعرف ايه تديرها. يبقى ده معنى انك بتستعد للعشر. يا جماعه، هو لو انا جيت قلت لك دلوقتي الجهاد، هتروح ولا هتقعد تستعد؟ اي بقى استعداد، استعداد ايمان، استعداد بدني، تتمرن شويه، استعداد مش عارف، بتستعد. فانا بقول لك الايام دي افضل عند ربنا من الجهاد، فلازم لها برضو استعداد، لازم لها استعداد. فكل واحد يشوف بقى معصيته فين. اللي معصيته في عقوق الوالدين نسمع ده كتير من الشباب والبنات كمان للأسف. فمن دلوقتي هنستعد ان العشرة بداية جديدة مع الأب والأم. ازاي؟ شو بقى، حط خطة ماشي. ايه نعمل ايه عشان
نبر او يعني ما نعقش الاب والام. ايه نقتلهم؟ ايه تطفش؟ سمعتها نقتلهم قبل العشرة فيجي العشرة ما بنعقش بقى لا ازاي ما تقعدش في البيت، احنا عاوزين شوية نفسيتنا تتحمل. لان طبعا برضه انا عاوز اقول كلمة، ودي بقى للآباء والأمهات، بيجي لنا كتير مشاكل ان الأب والأم مش مساعدين الأبناء على البر. يعني بيجي لنا مشاكل كتير وبيبقى في مشاكل حقيقية، أب ظالم ظلم شديد، أب عنيف عنف شديد، ويا ريت مع ولد. يعني ممكن تجي لنا مشاكل من بنات صغيرة، حاجات زي كده بتحصل. أو غيرها بقى، يعني إيه البيوت كلها يعني إيه عارفين إحنا الأحوال. فرسالة للآباء والأمهات، يعني ساعدوا ولادكم إن هم يبروكم. ورسالة للأبناء، دي مش ما هياش شماعة، دي ما هياش شماعة. أنت في علاقة أقوى من كل علاقة، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فأبوك شايفه إنه ظلمك، أمك شايف إنها جاية عليك شوية، فين ربنا في المعادلة؟ ادعي ربنا فربنا يصرف، ما هو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فاللي النهاردة بيشد عليك بكرة تلاقيه لين معاك. بس احنا محتاجين يقين في الله عز وجل واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى. ومحتاجين حاجة تانية، مبالغة في البر. يعني مبالغة في البر، يعني ما ينفعش البر العادي ده. يعني مثلا لو ثقافتكم في البيت مش متعودين انتوا ايه، عادي بتسلم على ابوك عادي وتسلم على امك عادي، فلا هبتدي لما اجي اسلم على ابويا اقبل ايده، اسلم على امي اقبل ايديها. فاحنا كده خدنا ايه، خطوه زياده في البر عاليه، ومش من ثقافتنا. يعني انا بمجرد ما اسلم عليه هو عادي بيفرح بكده مش مستني حاجه تانية. لا انا هعمل حاجه اشد في بره وبرها، فيقوم قلوبهم تلين. خلاص يبقى دول حاجتين معاكم هم. اول حاجه الدعاء الشديد، ان ربنا سبحانه وتعالى ده اللي حاسس ان ايه الاب والام يعني محتاجين شويه تظبيط، فربنا سبحانه وتعالى يظبط كل الاحوال دي. وتاني حاجه ندخل في البر مساحه اخرى هم مش مستنيينها مننا ولا متوقعينها، يقوموا يلاحظوا التغيير الشديد ده فقلوبهم تلين باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى اول شيء في العشرة يا شباب ان احنا هنترك المعاصي اللي تعبانه طول السنه ومش عارفين نتركها. اللي عنده بقى معصيه واحده، اللي عنده 3، اللي عنده 5، فرصه ل10. ده وعد، يعني خلاص ده عهد بينك وبين الله ان ال10 ايام دول مش هعملها ولا مره المعصيه دي، حتى لو كانوا 100 معصيه. يا رب عهد ال100 معصيه دول اللي تعبني مش هعملهم ولا مره في ال10. انا ما بقولكش 10 سنين، بقول لك 10 ايام. حتى لو كان عشان تعمل كده هتيجي تقعد في جامع تعتكف ليه؟ هم ال10 هطلع منهم انا ما بعملش المعصيه. يبقى ده اول الامر. الامر الثاني هو امر مهم جدا لابد ان احنا نحرزه في ال10، هو اصلاح الفرائض. لان كتير برضو من الناس الدينه اللي بتسلك طريقه الاخره، مش بكلم بقى الناس اللي مش في دماغها الموضوع، لا اللي في دماغهم الموضوع، هو بيتعامل مع ال10 انها فرصه من الاكثار من النوافل، وده صح. لكن في مرتبه قبل ده وهو اصلاح الفرائض. يعني تلاقيه مثلا قيام الليل ما شاء الله، وبعدين نام فالفجر فاته يا عم انت في، يقول لك ما انا بقى سهران طول الليل وقيام ليل وبكاء وخشوع. لا ده شيطان اللي بيوسوس لك تقيم الليل. فانت لازم تبقى عارف مراتب العبادات او مراتب الاعمال والاحوال عند الله عز وجل. في الحديث ايه؟ من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فاحب شيء ربنا يحب منك ما افترضه عليك. يبقى تراجع فرائضك عامله ازاي. فالصلاه مثلا الشباب الرجاله يعني
قلنا لكم 3 أسئلة تضبط لك صلاتك، حد فاكرهم؟ فين وإمتى وإزاي. 3 أسئلة اسألهم يضبطوا، ال3 دول يضبطون الايه الصلاة لك. بتصلي فين؟ بتصلي فين؟ فأنت الراجل يصلي فين؟ في بيت ربنا. شوفوا الأثر إيه، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الصحابة كانوا كده. الصحابة واحد مش قادر يمشي، 2 يساندوه ورجله بتخط، عارفين لما يزحف كده مش قادر يمشي، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لغاية ما يقف في الصف الصلاة. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. امال فين المؤمنين؟ في المسجد، الصلاه في المسجد. اللي قاعد دلوقتي حاسس ايه ده تقيله قوي عليا، استعن بالله ولا تعجز. في بدايه التدين كنت انا ساكن، كان عندي مشكلتين يعني في بدايه التدين، وابتدينا نسمع دروس وبتاع، كان عندي مشكلتين بقول مستحيل يا ان الصلاه في المسجد دي مستحيل. كنت انا ساكن في المسجد اللي عيني بتشوفه، بعديله حوالي 4-5 طرق سريعة، طرق سريعة فعلا، مش طرق سريعة يعني لا، هي بداية طريق سريع يعني. فده المسجد اللي عيني بتشوفه. طبعا انا بعد كده عرفت ان ايه، لما دخلت في الاسلام بقى ان في مساجد حواليا، ما كنتش اعرف ده المسجد اللي بشوفه فيعني. فاكتشفت لا ده فيه زاوية مش عارف فين وزاوية فين، ويعني محاط بالمساجد. وبعدين عرفت الصلاة في المسجد وثواب الصلاة في المسجد، وبعض العلماء يقول بوجوب الصلاة في المسجد. وكنت شايل هم ما يعلم به الا ربنا، أنا 5 مرات هنزل أروح أصلي في ليه يعني؟ كنت شايل هم كبير جدا بالدعاء والافتقار لله عز وجل وكده. مش أنا يعني ناس بتدعي له كده، أنا ولا حاجة. تلاقي العكس يحصل لك، يبتدي قلبك تبقى مش قادر، يعني ايه الصلاه الاذان بيأذن انت مش على بعضك، لدرجه بقى الواحد ممكن ايه يبقى راكب مواصله ومسافه طويله، ولو نزل الاتوبيس ممكن ما يلاقيهوش تاني، ما يحصلهوش بسهوله وبتاع، بس خلاص الاذان اذن انزل ادخل اي مسجد، حتى لو المواصله فاتتني، حتى لو هستنى ساعه، حتى اللي يحصل بس هنزل اصلي في الجامع. ف والحاجه التانية كانت الاغاني. ازاي ما اسمعش اغاني يعني ما غذاء الروح كنت برضه حاسسها تبقى صعبه جدا يعني ما اسمعش اغاني ازاي. و يعني من فتح الله عز وجل ان بعد فتره بقيت لو قاعد في مكان واشتغل فيه اغنيه ولا حاجه ابقى فعلا من جوايا مبغض يعني مش بجاهد نفسي، لا قرفان، مش عاوز اسمع القرف ده. فكله بالله سبحانه وتعالى، كله بالله، ده لا الواحد يستاهله ولا عمل حاجة يستاهل بيها هو، إنما ربنا قال في القرآن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فربنا اللي بيحبب لنا الإيمان وربنا اللي بيكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، كله بالله يا جماعة، كله بالله. فأنت بتصلي الفرض فين؟ هتضبط فرضك في هذه ال10. يعني ايه 10 ايام 50 صلاة؟ ما فيش حاجة اسمها 49 صلاة في الجامع. صلت 49 صلاة في البيت؟ اطلع بره، انا عارف انا بقول ايه. استنى اللقطة اللي بعديها باين. 50 صلاة كلهم، مفيش حاجة اسمها 49 صلاة في الجامع، 50 صلاة كلهم في المسجد. حلوة كده؟ ماشي. ليه؟ هي 10 ايام يا سيدي، ما بقولكش انك تعاهد نفسك ان بعد ال10 اعرف واحد كبير في ممكن يبقى في السبعينات دلوقتي، يعني ممكن، يعني ما اعرفش قوي عمره، بس هو يعني في الحتة دي. فالراجل ده مش حريص على صلاة المسجد، حريص على تكبيرة الإحرام في المسجد. وبعدين فكان انا طبعا انا كان هو ساكن، يعني كنت ساكنين جنب بعض، وبعدين عزلت.
اجي اسلم عليه بعد مده، اول ما يسلم عليه يقول لي ايه؟ اليوم ال 335. هو بيحبني جدا، هو ده لا يفصح به لاحد، يعني الكلام اللي بيقوله ده هو بيقوله لي انا. هو اللي الاقي ارقام كده، انه ده اليوم رقم كذا اللي ما فاتنيش فيه ولا تكبيره احرام. يقول لي ارقام شبه كده، اليوم ال 300 مش عارف. اقول له طب ليه يعني ايه اللي حصل؟ يقول لي لا اصل انا كنت تعبت ودخلت مستشفى. فهو ده اللي قطع العدد اللي هو اصلا ايه يجري عليه عمله، لان هو كان بيوصل ارقام اكتر من كده. يعني يقول لي اليوم الالف مش عارف وكان اليوم اللي ما تفوتوش تكبيره احرام. ده بقى من الايه يا سنيه، اللي هو الناس اللي تشوفوهم ماشيين في الشارع يقولوا يا راجل عادي، من العوام وعارفينهم دول يا سنيه. هم دول بقى. و يعني هذا الرجل لما بعرف حد عليه بروح بعد ما اعرفه واخده على جنب كده اقول له ايه ده ولي ده اللي انت يعني ما يوركش نحسبه كذلك يعني. المهم، فانت بتصلي فين؟ في المسجد. وفين دي بقى هتضبط لك بقوه سؤال تاني وبقدر السؤال التالت، اللي هو بتصلي امتى؟ ما انت في المسجد، يعني انت خلاص في اول الوقت، واحب الاوقات الى الله عز وجل لانك بتصلي في المسجد في الجماعه. وانا اقصد في المسجد مش يعني تيجي بعد العصر ما يبدا نصلي الظهر في المسجد تقول انا الحمد لله بصلي صليت 50 صلاه في المسجد. لا مش كده، في المسجد يعني في الجماعه الاولى خلاص. وامتى؟ خلاص في الجماعه الاولى، فظبطت لك امتى دي قولا واحدا. وكيف تصلي؟ فبلا شك الصلاه في المسجد احضر للقلب وتجعلك اخشع لله عز وجل. فلازم تظبط الثلاث اسئله دول في الصلاه في ال10 ايام. ماشي، كل صلاه فين وامتى وازاي. وعاوز تعلى درجه، اعلى درجه بقى براحتك. يعني تقول لا مش كفايه ان اصلي في المسجد، ده انا مش هيفوتني تكبيره احرام في ال50 صلاه. ال10 ايام يا شباب، انا بتكلم في 10 ايام بس. 50 صلاه مش هتفوتني تكبيره احرام. 50 صلاه لن ارى قفا مصل في المسجد. ليه؟ بصلي في الصف الاول، ففي 50 صلاه مش هشوف قفا مصلي، انا في الصف الاول. واحد هيعلى زياده يقول 50 صلاه 50 اذان اردده في المسجد. 50 بس. يعني ايه؟ يعني المؤذن لن يؤذن المؤذن الا وانا في المسجد، استعدادا للصلاه عشان الصلاه تقوم كده قلبي خاشع. يبقى اصلاح الفرائض، الصلاه، الزكاه. في ناس يا شباب، مش الشباب، الرجاله الكبار شويه، ولا حدش بيزكي اصلا. ها الحمد لله حدش معاه فلوس يزكي. في ناس ما تعرفش الزكاه ولا ايه النصاب ولا المفروض اطلع كام، ولا فلان ده اللي من قرايبي ينفع اديه ولا ما ينفعش، هو بيطلع وخلاص كده. لا، اصلح فرائضك. والزكاه صنو الصلاه، يعني تلاقي دايما الصلاه تذكر في القران معاها الايه؟ الزكاه. فالتعامل مع الزكاه بالطريقه دي غلط. اعرف ايه النصاب ويطلع ازاي ويطلع امتى ويطلع لمين، ومين اللي لو طلع لا يجزئ، لانك هتسال عنها يوم القيامه. ما انت لو طلعتها لواحد لا تجزئ له الزكاه، ربنا هيسالك انت الزكاه دي ما طلعتهاش ليه؟ اصل ما كنتش اعرف، ما اتعلمتش ليه. وقل مثل ذلك في بقيه الفرائض. اصلح فرائضك في هذه العشر. ثم اذا اصلحت الفرائض، النوافل بقى، يبقى تكثر من النوافل. عندك صيام اتكلمنا عنه، وعندك قيام الليل. سعيد بن جبير اللي قلنا كان يعبد ربنا عبادة لا يقدر عليها لا يكاد يقدر عليها، كان يقول إذا دخلت العشر فلا تطفئوا سروجكم، تعجبه العبادة. فلا تطفئوا سروجكم كناية انه ايه؟ طول الليل صاحي. طب احنا نقدر نعمل كده؟ اللي يقدر يعمل، يعني اللي يقدر يعمل. اقوم الليل كله يا سيدي، قوم الليل كله، تقدر تعمل ده اعمل. طب كلنا ده خطاب عام؟ لا مش خطاب عام طبعا، ومش كل الناس تقدر تعمل ده طبعا، معروف يعني. انما اجتهد، انوي الخير. يبقى معاك قيام ليل، معاك صيام نهار، معاك ذكر. هذه العشرة اصلا وقت للذكر، مش كده؟
تكبير وتهليل وتحميد. قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد صلى الله عليه وسلم. فيبقى تكثر من الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تكبير يا شباب نوعين، تكبير مقيد وده اللي الناس عارفاه، وفي تكبير مطلق وده كتير من الناس مش عارفاه. التكبير المقيد اللي هو بعد الصلوات اللي الناس كلها بتعمله في عيد الأضحى. وبالمناسبة إن في عيد الفطر مفيش تكبير مقيد في عيد الفطر، إنما في عيد الأضحى نعمله من يوم عرفة، نبتدي بعد كل صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا، ونقعد نكبر. في تكبير مطلق، يعني مطلق في بيتك بتكبر، في العربية بتكبر، في السوق بتكبر. فهذه العشر يكثر فيها من التكبير المطلق وانت ماشي بتكبر. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في هذه العشر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما ما أخرجهما إلا ذلك. يعني ابن عمر مش عاوز يشتري حاجة، وأبو هريرة ملوش حاجة في السوق، يخرجوا يكبروا عشان الناس تكبر في العشر ما أخرجهما إلا ذلك. يا سيدي هيقول لك أنا تعال علي مجنون بتكسف، في بيتك كبر في بيتك ويتقال عليك مجنون عادي بقى في البيت، ما انت كده بتتشتم يعني. مش فكبر في بيتك وأهل البيت يكبروا بتكبيرك، كبر في سيارتك. فالإكثار من الذكر، وأعظم الذكر كتاب الله عز وجل. هات لك ختمة في العشرة، يبقى كل يوم 3 أجزاء. واحد يقول لك لا مش كفاية هكتر، خلينا نتفق أقل حاجة نجيب ختمة، اتفقنا؟ 3 أجزاء لو بتقرأ الجزء في 20-25 دقيقة، احنا بنتكلم في ساعة تقريبا، ساعة جبت 3 أجزاء. فمش بنتكلم في رقم ضخم، بتقرأ جزء في نص ساعة يا سيدي، ساعة ونص جبت 3 أجزاء. فبنتكلمش في رقم ضخم، يعني ساعة ونص في يومك هتجيب ختمة في 10 أيام. فده أقل شيء، وده وعد خلاص بينا وبين كل حد يسمع الفيديو بقى. يقولوا يا ريتنا ما سمعنا الفيديو. عاوزين نزود، زود، هات 10 أجزاء في اليوم معاك، يعني هات اللي تجيبه، يعني ما زود. يبقى نكثر من النوافل. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ابن رجب في لطائف المعارف يختم بقوله إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام، لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. أتراكم في النقى والمنحنى أهل سلع تذكرون ذكرنا، انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منى. قد خسرنا وربحتم فصلوا بفضول الربح من قد غبنا. سار قلبي خلف أحمالكم غير أن العذر عاق البدنا. ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام المنى. أنا مذ غبتم على تذكاركم أترى عندكم ما عندنا. يقول القاعد لعذر شريك السائر، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. رأى بعضهم في المنام عشية عرفة في الموقف كأن قائلا يقول أترى هذا الزحام على هذا الموقف، فإنه لم يحج منهم أحد إلا رجل تخلف عن الموقف فحج بهمته فوهب له أهل الموقف. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. الغنيمة الغنيمة
بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة، يعني لا تقوم، غالية جدا. المبادرة بالعمل، العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ 40، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي 10 سنين حتى بلغ 50، يا من هو في معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين. يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين؟ أم أنت ممن يكذب بالدين؟ يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين؟ تعرض لنفحات مولاك في هذه العشر، فإن لله فيه نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واحد بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الفاضل، والله إني أحبك في الله. السؤال: هل الصلاة في المسجد فريضة؟ إيه رأيكم؟ في أقوال للعلماء. الصلاة في المسجد أو يعني نخليها صلاة الجماعة، ففي أقوال للعلماء. بعض العلماء يقولون صلاة الجماعة مستحب، وبعض العلماء يجعلونها واجبة كالحنابلة، صلاة الجماعة عندهم واجبة. وبعض العلماء يجعلونها شرط صحة، وده أشد الأقوال، وده قول ابن تيمية. فعنده أن صلاة الفذ باطلة، اللي يصلي لوحده يعني، فدي صلاة الجماعة. ماشي. واحد البنت رفضته علشان ما بيطلبش علم، وبيقول أنا في طب، وده مش خط واحد في طب يعني، بس ماشي. ولا هم الدكاترة خطهم وحش، مش كده؟ بيكتبوا الروشتة ما بنفهمهاش. ماشي، حسن خطك واحنا نجوزك. هو بيقول انصح البنات يعني ان هم ما يصعبوهاش على الشباب. هي مش تصعيب، هو كل حد بيبقى ليه متطلبات في شريك حياته، فلو هي حريصة على العلم وعاوزة حد يعينها على ده، فده من حقها انها تطلب ده، زي ما في الدنيا من حقها تطلب حد في مستواها مثلا الاجتماعي، او في مستواها المادي، او مستواها التعليمي. فمش هنقول ما بيصعبوها، صح؟ فكذلك في الدين، هي بتبقى عايزة حد في مستوى معين، فانت اطلب العلم، وبعدين تبقى عالم كبير وتغيظها بقى، ما تتجوزهاش هي بقى، فهي تقول يا ريتني كنت اتجوزته. طبعا انت لو طلبت العلم بالنية السودة دي هتروح في داهية. هل مشاهدة أشياء محرمة عن البيزنس للتجنب، يعني يشوف حاجات محرمة عن البيزنس للتجنب، هل جائز أم حرام؟ وصلي على النبي يا ريس. بيزنس، انت شغال في موقف بيزنسي، مش هجاوبك بقى، مرفست خلاص. مش عارف يعني حاجات محرمة في البيزنس، مش عارف. لو ممكن تقول لنا، محتاجين نعرف عن الأخوات اللي في الدرس للزواج.
كنا عملنا قبل كده بس مش هنا استمارة. هو ده سؤال مهم الحقيقة. كنا عملنا استمارة قبل كده في مكان يعني وال الصوت والمعلومات بتبقى سرية وبيحاولوا هم ايه يعني يوفقوا. ممكن نفكر نعمل حاجة زي كده ان شاء الله. طبعا بيبقى فيه صعوبة، يعني هو بيبقى الولد عاوز بنت بمواصفات معينة والبنت عاوزة ولد بمواصفات معينة، وفاكرين ان هيلاقوا المواصفات دي فاكرين الناس متدينة وكده وبتاع. انتوا زي الفل طبعا، بس انا ما بعرفش، لو ما جلدتش ما اعرفش اعيش، فاستحملوا. بحاول اطلع من الفقه على قد ما اقدر عشان بيبقى المسائل معظمها فيها خلاف. ماشي، درس الفجر والعصر ادعوا لي يعني ربنا ان شاء الله يتوب عليا، لان هو ذنوبي موقفها الفجر الدرس، فادعوا لي ربنا يتوب عليا ويغفر لي ويسامحني وترجع الدروس تاني ان شاء الله. واحد بيقول لو صليت قيام الليل بجزء مثلا مش هقوم لصلاة الفجر، لكن لو صليت الوتر فقط ونمت هقوم للفجر، ماذا افعل؟ صلي بجزء وصلي الفجر. ايه ده يعني؟ انت ليه خليت القسمة ثنائية؟ هو بمزاجك يعني؟ انت بعت لي سؤال وعاوزني لا هتصلي بجزء وتقوم الفجر، تبعت لي ورقة المرة الجاية تقول انا صليت بجزء وقمت الفجر. في درسين للمحاسبة هينزلوا، في الدرس الثاني مهم جدا، اللي بعت الورقة يسمع الحتة هينزلوا ان شاء الله بعد كده. في الدرس الثاني واحنا بنشرح قول الهروي والجناية عليك حجة، يبقى اسمع شرح الحتة دي مهمة جدا. السؤال في العمل في وقت الراحة هل يجوز صلاة النافلة كلها قبل الظهر؟ الست ركعات يصليها قبل الظهر. طيب ليه؟ وقت الصلاة مستثنى شرعا من العقد. تاني، دلوقتي انت بتمضي عقد مع الشركة اللي انت شغال فيها او المصنع او كده بحبس الوقت. يعني انا شغال عندكم مثلا من 9 ل5 مثلا، العقد ده يستثنى منه شرعا وقت الصلاة بالذكر بالنافلة، ده مستثنى شرعا. يعني انت وقت الظهر هروح اصلي الظهر وهصلي سنة الظهر وهقول اذكار الصلاة، فده مستثنى من العقد. ماشي، لكن ما نبوظش بقى يعني البيزنس. يعني ما تبقاش انت مثلا شغال في فرن وبعدين الاذان لازم انت محطط العيش جوه الفرن وتروح سايب العيش ورايح ايه مصلي العشاء، لا ده حرام تعمل كده، حرام تعمل كده. بل اللي شغال في الشغلانات دي لو ما فيش يعني خلاص ما فيش بديل ليها ويترك الجماعات، والفقهاء يقولوا يترك الجمعات كذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.